ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل. ازيكم يا برواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا، مش عارفه اقول لكم وحشتوني قد ايه. اجازه العيد طولت معايا شويه، انا اسفه، بس راجعين تاني ورجعين من تاني اهوت. متنسوش تعملوا لايك للفيديو ده اول حاجه كده بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لايك كده، لايك لايك لايك، عشان انا انتوا ايه يعني قالين معايا شويه الفتره دي، بس عادي انا معذراكم يعني. فاعملوا لايك للفيديو ده واعملوا سبسكرايب اشتراك يعني للقناه علشان تشجعوني استمر، علشان الظروف اللي كلنا بنمر بيها والضغوطات اللي علينا كلنا دي. الفيديو النهارده سهل وسريع وسلس وما فيهوش مونتاج وما فيهوش تعب، ما فيهوش ارهاق، ما فيهوش اي حاجه. انا كنت لسه حالا طالعه لايف على الفيسبوك، فايه قلت استغل الفرصه بقى واوريكم. جالي النهارده سؤال على على الفيديو من فيديوهاتي. بنوته بتقول لي اعمل فيديو حاجات المنتقبات الجداد يعملوا ايه او يعملوا ايه عشان يلبسوا النقاب، او ايه الحاجات اللي محتاجينها عشان يلبسوا النقاب. الموضوع سهل جدا معايا او مع رؤية بالذات، يعني اللي هو انا اسهل حاجه في الدنيا. انا اصلا يعني بحب كل حاجه سهله، ما بحبش حاجه خنيقه، حاجه صعبه، حاجه محتاجه مجهود، محتاجه شغل، محتاجه كل حاجه عندنا سلسه خالص في القناه دي. فبصوا بقى، مطلوب حاجتين صغنطتين قد كده بس عشان تعرفي تلبسي النقاب. اول حاجه اكيد محتاجين نقاب، ماشي. النقاب ده غالي، يعني لو معاكي فلوس تقدري تشتري نقاب غالي زي ده ب125 جنيه كنت شارياه. ماشي. مش معاكي فلوس كده، النقاب دوت ب50 جنيه في بعض الاماكن، 55 في بعض الاماكن. انا ببيعه ب40 جنيه في الجروب بتاعي، فعلى حسب انت تقدري تشتريه منين اشتريه. ده مش الاوريجينال اللي انا لابساه ده، تمام؟ يعني دوت اوريجينال، اللي انا لابساه ده مش اوريجينال. وفي دلايه وفي كل حاجه ومريح جدا للنفس ومعايا بقاله فتره طويله وما بيقولش لا، يعني عادي. فاشتري الحاجه اللي تقدري عليها في الاول لحد ما ربنا يرزقك وتقدري تشتري الحاجه الغاليه، عادي خالص. انا عندي جيوب انفيه والرخيص دوت اللي بيريحني اكتر من الغالي، فالموضوع مش موضوع فلوس خالص. فاركيني موضوع الفلوس على جنب، ماشي. قلنا اول حاجه هنحتاج النقاب. تاني حاجه هنحتاجها هي طرحه. انا بلبس، انا اقسم بالله العظيم يا بنات، انا ساعه ما قررت البس نقاب، برضو علشان البنات اللي مش فاهمه وفاكرين الموضوع صعب او محتاج حاجه، يوم ما قررت ابطل بناطيل ما كانش عندي فساتين ماليه الدولاب ولا حاجه. يوم ما قررت ابطل البس خمره ما كانش عندي خمرات ماليه الدولاب ولا حاجه. يوم ما قررت البس برضو النقاب ما كانش عندي نقابات ماليه الدولاب ولا حاجه. وسبحان الله دلوقتي عندي لبس كتير جدا. فوالله العظيم هي بس الصدق النية، انت تصدقي. انا خلاص خدت القرار، مش هلبس بناطيل تاني، مش هلبس لبس ضيق تاني، هلبس فساتين، هلبس نقابات، هلبس خمارة. خدي القرار، واقل حاجه اقل الامكانيات هتساعدك ان انت تستمري. فمن غير رغي كتير خليني اقول لكم، اول حاجه هنحتاج طرحه، بس الطرحه اللي هنحتاجها هتكون كبيره شويه. الطرحه دي مترين في متر ونص تقريبا، حاجه شبه كده يعني. الطرح دي عارفين طرحه ماما اللي بتلبسها على العبايه السمراء، الطرحه الكبيره الواسعه دي هي الطرحه دي. اشتري طرحه واحده سمراء ونقاب واحد اسمر بس على كل فساتينك الملونه، اهو ملون اهو بلبسه عادي. اي فستان ملون عندي انا بقيت اعمل كده. الطرحه دي طويله جدا فبتداري، يعني لو فساتينك لسه ضيقه ومش واسعه هتقدري تمشي بيها عادي جدا. بصوا اوريكم ازاي بقى بلف الطرحه والنقاب بتوعي، ماشي. وعايزه اقول لكم والله الموضوع مش مستاهل كل العصبيه وكل التوتر اللي انتوا فيه ده. الموضوع بس عايز شويه ايه، صبر مع صدق نيه مع اجتهاد. شايفين الموضوع حلو ازاي؟ ناحيه قصيره وناحيه طويله. الناحيه القصيره هي اللي هنجيبها كده من قدام، ماشي، وبتني تانية من قدام كده. وبعدين بعمل مثلث، اي مثلث عادي، هو كده كده مش هيبان يعني. وبرجع ده لورا كده. الحته القصيره اللي انا سايباها قدام بجيبها كده بتنيها اهي، بروح مديها التانية كده، بروح حاطه دبوس هنا. عايزه اقول لكم ان مفيش اسهل من الطريقه دي ولا اسهل من النقاب والطرحه السمراء يعني. بس اهو الطرحه من قدام بتبقى جايه كده مداريه كل حاجه من هنا زي ما قلت لكم. طبعا لازم لبسنا يكون واسع، تخيلوا لما لبسنا يكون واسع بالمنظر ده، احنا خلاص مش عايزين حاجه يعني. اللبس طبعا يكون واسع، ولو لسه مش متاح بالنسبه لك اللبس الواسع خدي خطوات واحده واحده ربنا يعين. حابه تنزلي الطرحه من هنا نزليها عادي. انا بما انه كده كده كل حاجه واسعه برجعها عادي خالص. من على الظهر مفيش حاجه باينه، بالعكس حتى لو حاطه الطرحه من هنا بدبوس وسايباها لورا كده برضو مفيش حاجه خالص بتكون باينه. بس كده
في حاجه مش مظبوطه في نقابي، مش عارفه ليه، عشان انا الجو حر ومتسرعه وانا بلبسه ولا بايه مش عارفه. المهم يا بنات، يا رب الفيديو ده يكون فاتكم. خدوا الخطوه، خدوا القرار، خدوا، ما تستنوش اي وقت. انا حاسه ان انا حوله، انا حوله، حاسه ان انا حوله والله. ايه اللي حصل في عينيا؟ يمكن بسبب رينج لايت. المهم يا بنات، انا هقفل دلوقتي عشان تقريبا عيني وجعتني من الرينج لايت، عشان بقالي فتره طويله قدامها. اعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه، ولو حابين او محتاجين اي حاجه قولوا لي وانا اعملها لكم في فيديوهات جايه. تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه وبس. ولو حبيتوا اي فيديوهات او اي حاجه حابين ان انا اعملها لكم، تنسوش تكتبوها لي في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. حاسه انا هكت، ايوه هروح اشرب ميه. وبس. اذكروا ربنا وقولوا لا اله الا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. باي باي.